السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى أنا جايلكم بفيديو جديد، فيديو كده اقتصادي وسهل وكده وسريع، هتعملي بيه أحلى فطار. عندك قوانص كده في الفريزر بتحوشيها وأولادك ما بياكلوهاش، هتعملهم بيها أكلة هيعشقوها ويطلبوها منك على طول. يلا بقى كده، سمي الله واذكروا الله وصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعالى يلا نشوف بقى طريقتنا الحلوة دي هنعملها ازاي. انا كده معايا قوانص. كنت كل ما اجيب فراخ احوشها، يعني اجيب نص كيلو كده، طبعا مبيدوناش الكبد لوحدها، بيدونا معاها قوانص. فطبعا انا بحطها في الفريزر لغايه ما حوشت شويه حلوين كده. فانا اعمل بيهم ايه؟ فقلت اعمل بيهم اكله حلوه. القوانص بتاعتي كل اخدتها كده وشلت منها اي دهون ونقعتها بخل بملح بليمون كده، وخليتها زي الفل وبيضة زي ما انتم شايفينها زي القشطة كده، ولا ريحتها زفارة وريحتها جميلة جدا. تعالوا بقى نقطعها ونحطها في الكبة، نفرمها في الكبة. قطعيها عشان ما تغلبكيش في الفرن. يلا بينا كده نفرمها. وبعد ما فرمناها شايفينها حمرا ازاي وحلوة ازاي. معايا كده بصلاية وسط مش كبيرة قوي، هقطعها برضو كده معايا. ومعايا برضو مكرونة، دي مكرونة نية، يعني يعني قولي 4 معالق مكرونة كده، مش كتير قوي يعني. تمام، فانا حطيتها زي ما هي. طبعا انا حطيتها في الكبة وجيت افرمها في الكبة، طبعا ما انفرمتش معايا. آه طلعتها تاني، بس انا ما جبتش اللقطة دي، ان انا حطيتها في كيس ودقيتها الاول، كسرتها شوية يعني. فانتي ما تعمليش العملة دي، انا حبيت اقولك، يعني اقولك على اللي انا عملته، علشان برضو ما تغلطيش الغلطة دي وتقولي ان انا فرمتها في الكبة. لا، اني ما فرمتش معايا، فانا دقيتها تاني. كسرتها شوية وبعد كده رجعتها في الكبة تاني وانفرمت معايا وبقت زي الفل زي ما انتوا شايفينها كده. لو انتي هتخافي منها ان انت تحطيها نية، حطيها اسلقيها، حطيها مكرونة مسلوقة. معايا بقى هنا نص معلقة فلفل، معايا بقى معلقة صغيرة بابريكا، معايا نص معلقة بصل بودرة ونص توم بودرة، ومعايا كمان ربع معلقة من جوزة الطيب، ومعايا نص معلقة ملح، ومعايا هنا بهارات البرجر. البهارات دي جايبها من السوبر ماركت، الكيس ده بهارات ديت خلته البرجر في حتة تانية خالص. طعمه وريحته كانت تجنن بصراحة. حطيت معلقة، ومعايا هنا معلقتين بصومات مطحون. بصومات من المطحون اللي انت بتجيبيه من السوبر ماركت، او اللي انت عاملاه في البيت برضك عادي. حطيت معلقتين، قيمة معلقتين كبار كده، تمام، عشان البرجر بتاعي يتماسك معايا. وهقلبهم كويس. وبكده بقى قلبت العجينه كويس زي ما انتم شايفين كده. شايفينها بقت ناعمه وجميله ازاي. زي ما قلت لكم ان انا كسرت المكرونه، يعني ما تحطهاش وهي سليمه، تعمليه زيي. انا بجرب معاكم اول مره ان انا اعملها وبجربها معاكم، يعني لو طلعت وحشه اقول لكم وحشه، طلعت حلوه هقول لكم حلوه. ما بحبش ان انا مثلا اقول ايه ان هي حلوه وهي اصلا مش حلوه خالص، ما طلعت مش حلوه معايا. لا، بصراحه انا زي ما بقول لكم كده، ان هي المكرونه طلعت معايا ما انفرمتش في الكبه، فانا كسرتها ورجعتها الكبه تاني. كده بقى انا معايا المكبس بتاع البرجر. ما عندكيش مكبس برجر، غطا برطمان. ما عندكيش غطا برطمان، مش عايزه تعملي فيه، عايزه تشكليه على ايدك زي ما انت عايزه. طبعا انا خدت حته كورتها كده وحطيت كيس طبعا انا جايباه مقطعاه بتوع التلاجة، مقطعاه كده. وبحط طرف في قلب المكبس والطرف التاني، وبدهن برضو الكيس عشان ما يلزقش فيه العجينه بتاعه البرجر. وبكده زي ما انتم شايفين كده الشكل معايا، شايفين ما شاء الله اللهم بارك. حلو جدا. معايا بقى طبق كده هرص عليه عشان طبعا هندخله الفريزر. طبعا معايا برضو الكيس بالفرشة كده وامشي عليها بالفرشة كده عشان ادهنها زيت. واخد برضو حتة واحطها على طرف الكيس، يعني احط طرف في المكبس وطرف الكيس التاني اخليه بره عشان هقفله عليها عشان ما يلزقش في المكبس. وهبدأ بقى ان انا اضغط جامد عشان ياخد تشكيلة المكبس كده، الخطوط دي. وهبدأ ان انا برضو عشان الفراغات اللي في الجناب اسويها بايديا واضغط عليه بالمكبس. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا شايفين الشكل تحفة. هرص بقى على الصينية. حبيبة قلبي اللي لسه ما حطوليش اللايك، حطوله اللايك، ولسه ما اشتركوش في القناة يشتركوا وفعلوا الجرس ودوسوا على الكل عشان يوصلكوا كل جديد مني. بحبكم في الله، احلى متابعين. وعايزاكم تكتبوا لي كومنتات حلوة منكم كده، بفرح بكومنتاتكم قوي.
زي ما قلت لكم ان انا بسويها بايديا علشان كلها تبقى شكل بعضها، وبرص على الصينيه. اخلصهم بقى كده، وتعالوا بقى نشوفهم بعد ما انا عملتهم. ما شاء الله عملوا معايا 6 برجرات، يعني ما شاء الله القوانص دي عملت معايا 6 برجرات. انت بقى لو عندك مثلا نص كيلو كمية حلوة، هو ده كان اقل من نصه طبعا، فهيعمل معاكي كمية حلوة. وبعدين انا البرجراية بتاعتي كبيرة، يعني مش صغيرة. فانت حابة بقى تعملي في بطرمان مثلا، غطا برطمان، ولا تعمليها على ايدك، هتبقى هتديكي كمية اكتر من كده. طبعا انا بتاعتي حجم كبير، البرجراية بتاعتي الحجم الكبير. دي بقى كانت فاضت معايا كده وفضلاش حته كيس، فانا قلت يلا مش اشكال، انا هعملها كده وخلاص. اه، هي جت كده بس، يلا حلو مع انها بس هي فكت مني على البوتاجاز. هدخله الفريزر بقى على ما نعمل بقى شويه الرز بتوعنا الجمال التحفه اللي ريحتهم كانت خطيره وطعمهم كان يجنن ده. يلا بينا. معايا كده حبه زيت كده في حله على النار، ومعايا بصلايه صغيره. هقلبها كويس لغايه ما تدبل معايا، انا مش عايزه البصله بتاعتي تتحرق. هفضل بقى اقلب في البصلايه لغايه ما تدبل معايا كده. ومعايا بقى عود قرفه كده وورق راوري، ومعايا نص معلقه من الكركم ونص معلقه من الكاري. واقلب البهارات دي لغايه ما تشم الريحه الجميله التحفه دي. وبعدين بننزل بالرز. بصوا بقى البرجر بتاعي بوريهولكوا بعد ما طلع من الفريزر متماسك وحلو جدا. تعالي بقى كده معايا اللي هنزل بالرز عشان البصلايه كانت هتتحرق مني. بس كانوا شوية رز كده كان طعمهم زي العسل. طبعا انا معايا بقى صينية هنا وحاطة فيها شوية من الزيت، وهبدأ ان انا انزل بالبرجر بتاعي كده جنب بعضه. حط جنب واحدة كده، يبقى فاضل 2 لسه ما اتعملوش. هبقى يلا معايا كده مية في الكاتل مغلية، وهنزل على الرز وهظبط حدقه واسيبه بقى يستوي مع نفسه. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم ان البرجر بتاعي انا ما كملتوش على البوتاجاز، انا دخلته الفرن. ده الرز بتاعه بعد ما استوى زي ما بقول لكم. والبرجر بتاعي انا دخلته الفرن يا جماعه، علشان جيت اقلبه كان هيفك مني. تمام، انا حبيت ان انا اصارحكم واقول لكم الحقيقه. فانت من البدايه خالص حطيه في الصينيه ودخليه الفرن، هيبقى جميل وهيبقى متماسك معاكي. لكن هتبقى على عين البوتاجاز هتيجي تقلبيه هيفك معاكي طبعا. فانا طبعا ان انا بقول لكم اللي حصل معايا علشان ان انت تعمليه مظبوط. شايفين بقى شويه الرز الحلوين دول؟ انا بحب الرز المصري عن الرز البسمتي في الخلطه دي. فزي ما قلت لكم بقى، الاولانيه اللي هي كانت من غير كيس دي اللي فكت مني، لكن شوفوا دي متماسكه وحلوه ازاي، لان دخلتها الفرن بالصينيه ما تحطهاش على عين البوتاجاز. ومعايا طبق السلطه الحلو ده، ومعايا كمان مخلل زيتون وجزر من اللي انا مخللاه، ومعايا الرز بتاعي الجبار. وكده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.